طب يا جماعه اغرب موقف، انا اكتشفت ان انا رضوى بتقولي انت تغمزي ليه في الفيديو، بس انا فعلا ما باخدش بالي والله، حاجه لا اراديه مني. المهم عدوا لي عادي والله، شكلي حلو جميل اموره. المهم اغرب موقف يا جماعه بجد بقى، الموقف ده بجد غريب جدا جدا جدا، وعايزه اسال الناس فين انتوا، فين يا جماعه؟ كنا في البحر وانا ماشيه طبعا زي ما انا قلت لكم بقى، مستجمه بقى عايشه في ملكوت الليل. المهم فجاه لقيت حدتين هنا على راسي يا بنات، البنات اللي مش واخدين بالهم، لقيت الحدتين هنا على راسي، فببص انا برفع ايديا يعني حسيت ان انا اشوف مثلا اللي هو ايه، يبقى في امل ان انا اشوف، اللي هو امل اصلا ماتت. المهم فبرفع راسي لقيت طنط بتشد بسرعه، ولا في ايه طنط، في ايه، في ايه طنط، ايه السكين ماسكه دي ليه؟ قالت لي اصل انت كنت تحت البدال. يا نهار ابيض. والمصحف. فاللي هو يا جماعه بجد بجد ايه يا جماعه، ما تخافوش على اولادكم بربنا، بصوا ربنا لو رايد ان يحصل لها حاجه والله يحصل لها. ده بصي المواقف الباقيه بقى اجمل. مهما لو انت كنت جنبها ومعاها وفي ظهرها ومش عارف، ربنا رايد ان ده يحصل خلاص، قضي الامر. دلوقتي ما كانش حد جنبي، تخيل بقى لو كان ايه اللي هيحصل. فالحمد لله الحمد لله، ربنا بجد جميل قوي 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 بجد. بس اكتبوا لي انتوا كمان ايه اغرب موقف عدى عليكم في البحر وانتوا ما اخدتوش بالكم، او اغرب موقف عدى عليكم وانتوا في البحر. بحبكم قوي، باي باي.